أستيقظ كل يوم الساعة 6 صباحا لصلاة الفجر. طبعا تعرفون عادة عندما يستيقظ أي شخص لازم يمسك الجوال. صراحة الجو بارد جدا جدا، لولا الدفايات مشتغلات ما تستطيع تستيقظ. طبعا ضروري عندما يستيقظ واحد يرتب فراشه، وكل واحد يبدأ صباحه على مزاجه كما عودناكم دايما بالكلام هذا. ضروري لما واحد يستيقظ يغسل وجهه لكي تضيع علامة النوم، وكذلك يغسل أسنانه علشان تكون رائحته حلوة. دحين ناخذ لنا دش. لا تنسونا يا شباب من أذكار الصباح: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ينتبه تدخل المسجد بدون جوارب. هل قد سألت نفسك لماذا الأتراك يدخلون إلى المسجد بالجوارب؟ اكتبوا لنا بالتعليقات لماذا الأتراك يدخلون المساجد بالجوارب. وهنا معلق لوحة عرض الباب علشان اللي يدخل ويخرج يكون يدعي لي. الآن خرجت من الغرفة إلى الأسانسير. طبعا أنا في الدور التاسع، بنزل إلى المسجد في الدور السابع. طبعا المسجد فيه حمامات الوضوء. هنا الآن توضيت ومن ثم سوف أذهب الآن إلى المسجد. عن أبي حميد وعن أبي يزيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. جيت قبل الأذان بنص ساعة من أجل أصلي السنة ونقرأ القرآن. صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي. لا تنسوش يا شباب من قراءة القرآن. يقول الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. اقرأوا القرآن لكتاب الله. بعدما قرينا القرآن قمنا صلينا الفجر. طبعا كنت الإمام. طبعا عند الأتراك لما تكون الإمام لازم تلبس العباية هذه البيضاء مع القبعة.
الله أكبر. بعد الصلاة نزلنا إلى اليمكان يعني المطعم. طبعا يا شباب هذا هو الأكل، كل يوم يختلف الطعام. طبعا النقانق أنا ما أحبش النقانق خالص. يلا بالعافية عليكم يا شباب. طبعا لما يكون عندي وقت فراغ واحد يستغل وقته على اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية مفيدة. طبعا انا احب اتعلم اللغه الاندونيسيه لان لدي اصدقاء اندونيسيين، وسمعت معي فيديوهات سابقه في اليوتيوب لو شفتوها. طبعا يا شباب انا مش دراسه، ثانيا خذوا قسطا من الراحه، وما كنت يعني راحه وتستفيد منه، وكنت تقوي لغتك التركيه. شاهد لك مسلسلات تركيه. طبعا انا اشاهد مسلسل عائله اصلا لانه كوميدي. اللهم لك الحمد، احنا بخير صحه وعافيه. طبعا الآن نزلنا اليمكانة وهذا الطعام التركي. طبعا الجو بارد جدا، ما يخالفكم الا من ابو الجزمات. طبعا الآن خرجت من السكن، ولكن الجو هنا في تركيا باليوم 4 مواسم. الآن معنا 50 ليرة، فندخل البيم. ايش بتجيب لنا ال50 ليرة؟ طبعا البيم هذا للطلاب، يناسب للطلاب بشكل كبير جدا، يعني هذا حكومي. طبعا الآن شلنا السلة، وهذا هو البيم. طبعا هذا محمد محمود من مصر. طبعا هذا الآن ب50 ليرة، الحين منتظر المحاسب. طبعا الآن خرجنا من البيم. طبعا هنا سوق الخضار، هذا سوق الخضار كل يوم ثلاثاء. الله هنا هير زمان تب تازة رندر، يعني ينتج دائما الطازة. اسعد نفسك بنفسك ولا تنتظر سعادتك من أحد. طبعا الآن نزلنا اليمكانة وهذا الطعام التركي. بالعافية يا شباب.